قبليها نشوف تقرير من داخل منافذ بيع الأغذية التابع لوزارة الزراعة. التقرير من إعداد الزميل محمد بكري وإخراج الزميلة أستاذة عزة طنطاوي. إلى التقرير. عندنا اللحمه هنا مستورده برازيلي، بتبقى الجوده بتاعتها طبعا اعلى من بره والاسعار بتبقى اقل من بره. عندنا هنا في لحمه اللي هي كندوس، في مفروم، في سجق، كفته، يعني ريش، بتلو، عروق، في كل حاجه موجوده عندنا هنا. تبقى الجوده والنظافه بتاعتها، طريقه التخزين بتاعتها بتبقى افضل من بره بكتير. الاسعار ذات نفسها بتبقى اقل من بره. يعني احنا بنحاول ان احنا بننزل في الاسعار بتاعتنا عشان التجار اللي بره والسوق السوداء. احنا بنحاول ان احنا يعني نبقى يعني في صف اللي هو يعني الزبون او اللي هو يعتبر المشتري، تمام، ان احنا ننزل له في الاسعار. يعني بنحاول نضرب احنا الاسعار اللي بره كلها بس. تمام. بجانب ان انت عندك اللحمه بتاعتك ما فيهاش اي شك، يعني طازه وعليها رقابه من الوزاره. كلمني عن الكلام ده عشان في ناس مش بتفهم في اللحمه وبتشتري في اي مكان وتفتكر انهم صح، فلا. لا طبعا، يعني عندنا هنا اللحوم عامة او اي منتج تبع الوزارة بيبقى عليه اشراف تبع الوزارة. في طب بيطري طبعا بيكشف عن حاجة، في يعني الحاجة قبل ما بتخش لي هنا عامة لازم تمر على الكلام ده كله. يعني الرقابة اللي هي دورها زي الطب البيطري، الاشراف، بيشرفوا برضه على طريقة التخزين بتاعتها، بيشرفوا على الجودة بتاعتها. بتبقى الحاجة يعني بتبقى يعني عامة الزبون بيبقى ضامنها عن بره بطريقة الجودة بتاعتها، بطريقة الاشراف، الكلام ده كله. والثلاجات؟ لا، الثلاجات كلها طبعا نضيفة برضه. دي برضه من العوامل اللي هي الوزارة بتشرف عليها. يعني الوزارة بتشرف على كل حاجة في البضاعة عامة اللي بتيجي. معنى كده ان احنا بنقول للناس احنا داخلين على العيد الكبير، فنعتمد اعتماد كلي وجزئي على وزارة الزراعة بالنسبة للناس اللي عايزة تشتري لحمة والناس اللي عايزة تذبح، وبالنسبة للذبح. تمام طبعا، يعني ديت حاجه طبعا مفروغ منها، والناس كلها عارفه، الناس كلها عارفه موسم العيد الكبير هنا الدنيا بتبقى عامله ازاي. الدنيا بتبقى شغاله، بيبقى في تجهيزات من قبليها، بينزل لي او بيبقى في انواع تانية بتيجي زي الضاني، الكلام ده كله. الناس كلها بتبقى حابه انها تشتري من المكان. يعني ودوت مش اول موسم يعني يعدي على الناس ديت. الناس ديت عارفانا من زمان، بتجيلنا زبايننا بقالهم فتره كبيره جدا، فعارفين الحاجه، عارفين جودتها، عارفين نظافتها، عارفين الاسعار بمقارنه من الاسعار اللي بره. فالكلام ده كله يعني الناس عارفاه، يعني مش محتاجين ان احنا نقوله. شويه بيجي التومين حضرتك بيكشف عليها بيلاقيها 100 100، والدكاتره هنا الله اكبر. يعني احنا لو ما شفناش كده مش هناخد من هنا طبعا، لكن هنا حاجه ممتازه جدا. بالنسبه لتاريخ الصلاحيه وتاريخ الانتاج والحاجات دي قبل ما تطلع من المخزر مكشوف عليها ومفحوصه وكل حاجه. وبيجي هنا بيبقى في عندك رقابه اداريه، في برضه مهندسين تبعنا بيجي يفحصوا البضاعه دي قبل ما تخش هنا. وبعد كده بتيجي تخش الثلاجات، وفي عندك درجه تجميد، وفي ناس بتشرف على الثلاجات وبتتحفظ هنا في الثلاجات. ده كله عليه اشراف. بعد كده احنا بنقوم بعمليه التوزيع. ده بيبقى اسعار بقى، سعر الدواجن بيبقى معروفه في مصر عامه كلها حسب. لا، هل الاسعار عندكم احسن شويه من بره؟ الاسعار عامه بيبقى ده بورصه، يعني السوق بينزل بتنزل، بترفع، محدش بيقدر يتحكم في السوق. وبالذات الدواجن واللحم والحاجات دي. اولا السمك بتاعنا لما بيجي لي ببص على اول حاجه على المنتج نفسه، شكله عامل ازاي. انا ببقى حلو او يعني ممتاز، يعني انا بقبله. بعد كده ببص على تاريخ الصلاحيه، لو جديد بقبله، مش جديد يعني قديم شويه برفضه. وكان الزبون لو اشتكى من اي منتج انا بوقفه فورا. بس لحد النهارده يعني نادر جدا على مسجون اشتكى من منتج، ومش كل المنتج يعني جزء منه بتاع. فانا برضه بكلم الشركه المنتجه وبقول لهم المنتج دوت فيه عيب، اشتكى منه، مش هقبله لو حصل حاجه ثانيه. فبيوم ما بيصلحوه بعد كده بس. معنى كده ان وزاره الزراعه مراقبه على كل حاجه. وزاره الزراعه ولجنه طبيه ووزاره الصحه ووزاره التموين، وحتى
احنا مش بنقبل غير بحاجه الكويسه. هنا الجمهور او المستهلك في امان تام بالنسبه لمنتجاتنا. يعني انا يهمني مش المنتج اللي يتباع، يهمني الجمهور او المستهلك ان هو يستمتع بفلوسه اللي هيدفعها. يعني احنا مش برضه هدفنا مش الربح. احنا هدفنا يعني خف عيب عن المواطن المصري عامه، يعني على اي حال من الاحوال بنحاول قدر الامكان نحجم اسعارنا، ما نعليهاش زي السوق اللي بره. منتجاتنا نظيفه بلدي، مش مستورد، غالبها بلدي مش مستورد، غالبها قشر بياض وفيليه بولتي وجمبري وسي فود، حاجات من دي، بولتي بتنضف يعني، وكلها معباه ونضيفه ومغلفه يعني. يعني عندنا بالنسبه لهنا المكان بيبيع فيه شتلات الزينه والخضار، وعندنا الابصال والمستلزمات الزراعه زي الاسمده والاحواض والاصاري. دي كل الحاجات، والاسمده الخاصه بالنباتات والتغذيه بتاعتها كلها. طيب انا اعرف ان 3/4 المنافذ دي بيبقى فيها حاجات كتيره تبع وزاره الزراعه. طيب هل هم في اراضي زراعيه بتتزرع نباتات وبتنزل للمستهلك فعلا وكده؟ هو بالنسبه لينا احنا نباتات زينه اكتر من المشاتل يعني. يعني مش حاجات تغذيه، مش حاجات، لكن عندنا حاجات تنفع للبيت زي الروزميري والزعتر والريحان والنعناع. كل الحاجات دي هي اللي بتنفع للبيت، دي بتتباع تبع الوزاره ويبقى انتاج الوزاره، انتاج مشاتل الوزاره. طيب حضرتك انا شايفه نباتات جميله واسعارها حلوه كده. الاسعار مناسبه جدا ومفيش اي تغيير في الاسعار. يعني من يوم، يعني من زمان قوي نفس السعر هو زي ما هو، مفيش اي مشاكل فيه. طيب انا شايفه ان حضرتك بتبقى مستمتع وانت بتشتغل في الحاجات دي، مش كده برضو؟ طيب في اقبال للناس انهم يشتروا من هنا؟ الناس كلها دلوقتي بالذات الشباب كمان اكتر حاجه بيجوا بياخدوا، عايزين يتعرفوا ازاي يزرعوا الخضار في البيت وزراعه القشطه. مشاهدينا الاعزاء مساء الخير واهلا بحضراتكم معانا، ونستكمل حلقتنا وننتقل للجزء الحواري. بس قبل ما ابدا في اي حاجه لازم اقول لدعاء ميرسي دعاء جدا جدا، وبشكرك على التقديمه الجميله. خلينا نتكلم بقى شويه عن النهارده موضوعنا المهم. بس اللي انا عارفاه ان طبعا استكمال، يعني احنا النهارده هنكمل الموضوع المهم جدا. كل واحده دلوقتي، كل ست بيت دلوقتي وكل اسره مصريه تكون بتتفرج علينا او بتتابعنا او بتشوف هنتكلم في ايه. ليه؟ لان موضوعنا هو موضوع بيت قبل اي حاجه، او هو موضوع مواطن مصري بياكل، موضوع غذاء، موضوع جسمنا، موضوع صحتنا، موضوع مجهود، موضوع ولادنا، موضوع يخص مستقبلنا اللي جاي. عندنا بعض النقاط الهامه اللي احنا هنتكلم فيها النهارده، وهي نقاط اساسيه داخل حوارنا. قبل اي حاجه خليني ارحب بضيفي موجود معايا النهارده ومنورني، استاذ الدكتور خالد عبد العزيز عياد. اهلا وسهلا. أهلا بيك. استاذ المكافحه البيولوجيه بمركز البحوث الزراعيه. صح كده؟ صح كده. اهلا بيك. اهلا بحضرتك، منورني. ونورك. انا مش هتكلم في اللي فات، مش هتكلم في الحلقه اللي فاتت، لان طبيعي جدا الكل سمع والكل تابع من المشاهدين، ولكن طبعا في خط ما بيننا وبين المشاهد لو في استفسارات سابقه هنتكلم فيها. ولكن انا الاول بس عشان ابتدي مع حضرتك خليني افسر كلمه المكافحه البيولوجيه دي، انا عايزه افهمها بدايه الكلام. بمعنى مكافحه البيولوجيه يعني استعمال حيوانات بيولوجيه او حشرات طبيعيه مفترسات، يعني بمعنى ان الآفة دي بتتغذى على النبات. الآفة يعني أنا بكافح الآفة اللي بتأذيني في زرعي أو في أكل عيشي مش هي دي القضية. سيبيني بس أكمل المعلومة حضرتك. اتفضل. أولا الآفات ديت منها آفات حشرية، آفات كاروسية، آفات بكتيرية، آفات فيروسية. دي آفات أنواعها
بانواعها. تمام. انا بكافحها بحيوانات تتغذى على هذه الافات من نفس نوعها او من انواع مختلفه. تمام. بمعنى لو في حشره عندي بريدتور مفترس يتغذى على حشره براي آفة بتتغذى على نبات. تمام. لو ممكن عندي مثلا اكاروس فايتوفاجس يعني بيتغذى على النبات انا عايزه بيدور نبات. ابسط بس الكلام عشان المواطن يبقى متابع معايا. جميل قوي. الاكاروس دوت اللي بيتغذى على النبات احنا بنسميه فايتوفاجس. عندنا اكاروسات مفترسات بتتغذى على الاكاروسات ديت وبتتغذى على حشرات تانية، فدي اسمه المكافحه البيولوجيه. تمام. ان انا بستخدم كائن يتغذى على كائن اخر بدون تدخل المبيدات. حلو جدا. مع الاستعمال الرشيد للمبيدات الزراعيه. يعني ايه استعمال رشيد؟ كنا برضو وضحناها في الحلقه اللي فاتت ان في بعض المزارعين بيرشوا مبيدات بدون ما يعوا الPHI او مرحله ما قبل الحصاد ولا متبقيات المبيدات، فبيرش دلوقتي وبيقطف المحصول ينزله للمزارع والمزارع بياكله بعبله كده، فالمبيدات بتخش منه. طبعا الجسم بيبقى قادر على تخلص السموم لقدر معين، فوق القدر دوت السموم بتتخزن وبتؤدي الى امراض. طيب دكتور النقطه الخاصه بالمبيدات والكيماويات ومين دي خليها، يعني في مجموعه من الاسئله كتير قوي في النقطه دي. تمام. الحلقه السابقه اعتقد كان الحوارات خاصه بجزء كبير من اللحوم وازاي ان انا كست بيت او كمواطن او كبشر عاديين اقدر اقرر انا هاكل دي ومش هاكلها، سليمه مش سليمه، صحيه غير صحيه. جميل. ده موضوع. انا دلوقتي عايزه اتكلم في حاجه. انا كست بيت بنزل اجيب الخضار بتاعي، بنزل اتسوق، بنزل اروح منافذ وزاره الزراعه، بنزل سوبر ماركت، بنزل سوق. طريقه العرض اللي في الاسواق الكبيره او الشهيره او ايا كان مصر الجديده زي ايا كان، طريقه العرض لوحدها في توقعاتي انا هي نفسها غلط. ده توقعاتي وبتشاركني فيها بعض الناس اللي بتبقى واقفه واحنا بنصور حاجه معروضه بطريقه مش نظيفه، الحاجه معروضه ازاي، كل الكلام ده. بنفاجئ بان في حاجات متقسمه، ده معرفش خالي من ايه، ده خالي بايه، ده عليه ايه، ده صحي، ده وماركات واسماء. انا كبني ادمه عاديه عندي ولاد وعندي بيت، اعمل ايه بقى؟ عايزه افهم القصه دي، اعمل ايه؟ اولا عرض البضائع في السوبر ماركت ده انضف بكتير قوي 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 من اللي متداول دلوقتي على السوشيال ميديا، اللي بيقول لك يجيب لك صوره سوبر ماركت شيك قوي ويقول لك اشتري من الراجل البائع الجائل ده اللي فارش بضاعته خضاره على الرصيف، وطبعا ما ادراكي بالرصيف متبقيات تبول الحشرات والقذورات والوساخات وكل القذورات والامراض والسرطانات اللي موجوده في الدنيا. وبعدين يقول لك لا اشتري من الراجل الفقير ده عشان تساعده، ما تشتريش من السوبر ماركت الكبير. طب انا اسفه. تاني يعني انا دلوقتي لما بروح السوق بقول حاجه صبحه ومنوره وطماطمايه كده بتلمع وتجنن، والفلفل الملون والخيار محطوطه على، معلش انا اسفه يا جماعه، على القفص ولا على القماش، وعارض بقول دي حاجات صبحه الفلاح جاي او المذيع جايبها وعارضها وحاجات مصحصحه كده وحلوه، دي كلها امراض؟ طبعا. طبعا. لان اولا الفلاح زي ما قلت لك هو بيراعيش صبحه انما كان قبلها رش. وتروح تشتري الطماطم تلاقي الطماطم مرشوشه حاجه صفرة كده، دي ماده كبريت عشان يحمر الطماطم. قبل بقى ما اتكلم على الطماطميه لما افتحها والاقيها جزء ابيض طويل عمودي كده ابيض، والرائحه مش حكايه بقى ريحه كيماويه، ريحه كريهه، ده موضوع تاني. يعني انا دلوقتي لما بجيب حاجه سلطه انا بفاجئ زي ما سيادتك قلت كده اهوت، لا اما بتلمع جدا جدا، لا اما مزيته، لا اما باجي افتحها بعد ما وهنقول بقى نغسلها ازاي، بلاقي من جوه خط طويل ابيض ابيض، لا اما ريحه كريهه. بصي اللي ريحتها كريهه ارميها. تمام. طبعا انت قلتي حاجه غايه في الخطوره، انا بشتري الحاجه اللي بتلمع. جميل جدا. الحاجه اللي بتلمع معظمها 90% منها كارسينوجينيك او مسرطنات. يعني ايه؟ بمعنى مسرطنات طبعا. انك بتروح تشتري مثلا لوبيا بقى عندك لوبيا مطفيه ولوبيا بتلمع كده جميله قوي صح مصحصحه صح. فالزبون يحب الحاجه اللي بتلمع زي ما انت قلت كده، انا ست بيت وبحب الحاجه اللي بتلمع. انا جميل قوي. هو بيروح جايب اللوبيا العاديه دي المكسره وبيحط لها ماده تلمعها، ماده كده ورنيشيه معينه كل بتوع العلف عارفينها، العلف اللي هم التجار الكبار، وبيغري بيه الزبون. لو في اي خطوط تليفون بعد اذنك يا اشرف، لو ممكن، لو في مداخلات، لو في عايزين يتكلموا معانا، اوكي اتفضل. جميل جدا.
طبعا كل المواد اللي بتتحط على الحاجات اللي بتلمع دي هو اللي بيجيبها كده من نفسه طبعا وغير مصرح بيها، ولا ما نزودش مثلا هو بيحط زياده؟ غير مصرح، غير مصرح، هو بيجيبها مع نفسه. طبعا تمام. ومعروفه عشان المع الخضار واخليه جميل، وحاجات كلها كارسينوجينيك، كلها كارسينوجينيك. فطبعا شوفي انت ست مثقفه وجميله وجمال، وبتنزلي تشتري بالسوبر ماركت وبتدوري على ايه؟ الحاجه اللي بتلمع. ده حقيقه، الحاجه اللي بتلمع، انما الحاجه المطفيه لا، انضف. وبعدين الحاجات ليه الحاجه المطفيه تبقى طبيعتها بقى؟ طبعا بطبيعتها طبعا. لكن ده حط يعني حاجه مطفيه بس بطبيعتها. بطبيعتها هي مش جايه من المزارع بتلمع. تمام. هو خدها لمعها. ده غير ولا نقول ان هي مغسوله. مغسوله تبقى مطفيه برضو. شربت ميه، الميه دي هتتبخر وهترجع لطبيعتها التاني. عفوا يا فندم. اتفضل يا فندم. دي من ضمن الحاجات اللي لازم الناس تاخد بالها منها. ايا كان نوع الحاجه، خضار، فاكهه، اللي زياده في الضي وفي اللمعان دي مش تمام. مش تمام. ده في حاجه تاني. النهارده لما تيجي ست البيت تنزل تشتري من ست قاعده بسبت وجايبه الحاجه، الست دي بتاخد الحاجات بتروح تشتريها بالكوم كده من المزارع، او بتشتريها من اي سوق ان كان، وبتغسلها في اي حاجه قذره، ميه قذره. مظبوط جدا، لاني بلاقي جردل في ميه. انا اسفه معلش اسمحوا لي، بتحط حزمه الجرجير والبقدونس والفجل والغيره والكزبره كده، وتنطر الميه وتسيبها على القفص. دي ست نظيفه كمان. طبعا الميه قذره، بس الست انضف من غيرها اللي بتغسلها ببركه، والبركه دي ممكن تكون متصفيه على ميه الصرف الصحي. ما تعرفش، بتروح غسلينها. طبعا يقول لك بطينه ولا غسيل البرك، في مثل معروف، لان البرك دي كلها بتبقى مواد صرف ميه ميه ري المزروعات، وميه الصرف الصحي. بيغسلوها وبيجيبها، والست بتحطها في جردل وتمام التمام، يعني ملوثات اضافيه، فحاجه قذره جدا. انما لو رحت اشتريتي بقدونس من سوبر ماركت محترم جاي من مزرعه محترمه، هتلاقيه مغلف بس اغلى. مش مهم اغلى، ارخص. لا ما اقصدش، ما فهمتش قصدي. يعني بالنسبه لست البيت اللي هي بقى ما عندهاش المعلومه اللي ستك بتقولها دي، فهي بتقول لك لا ده مغليه على الفاضي عشان حاطه في كيس، طب ما ناخده من الست دي واغسله. اقتصاديا ارخص. تمام. اقتصاديا ارخص. لو اقول لك ارخص ازاي، اولا لو جبت حزمه البقدونس، احنا بندي مثل للبقدونس او الجرجير وكده، هتشوف الحزمه دي قد ايه، هتلاقيها فرعين. لا روحي للكيس الثاني هتلاقي لا حزمه محترمه. الناحيه الصحيه، هاتي كيس البقدونس ده حطيه في ميه، اتحداكي لو عكر الميه. اللي هو المغلف اللي في الكيس. اللي هو المغلف. شم ريحه المغلف اللي في الكيس وشم ريحه التاني هتشم فيه ريحه بكتيريا وريحه تراب وريحه حاجات كتير جدا. طيب. جدا. التاني هتلاقيه انضف. طب دلوقتي انا ما كنت سمعت كلام حضرتك، او انا سمعته، انا اسفه جدا وما اقتنعتش. ست البيت تقول لك ده حرام، ده الغلابه. هو بيتكلم كده عشان استاذ. لا غلابه معلش، احنا دلوقتي هنجيب كل التفكير. أوكي. ممكن دلوقتي واحده في مكان ما عندهاش سوبر ماركت نظيف ده، في حتت بعيده ما فيش سوبر ماركت عندي الحل. هنقول بقى حاجات كتير. ما انا دلوقتي بقى انا عايزه اقوله، ونزلت فعلا جبت خضاري هو زي ما هو كده من عند الست اللي قاعده اللي بالقفص دي، اللي جنبها الجردل ده او اللي جايه من البرك. انا خدت الحاجات دي على بيتي لاولادي وهعمل السلطه بتاعتي، اعمل ايه بقى؟ ولا حاجه، هتاكلي. بصي اغسلها ازاي؟ اغسليها عادي جدا. ميه. انا بقول لكل الناس نصيحه عامه، قلت لهم انا اللي بكلمكم دلوقتي احيانا بيقابلني اكل ملوث باكله، ولكن هي النصيحه لكل الناس هي تغيير مصادر شراء الاكل. بمعنى مهم قوي الكلام ده. ان انا اشتريت النهارده من واحد قذر، بكره النهارده اشتري من واحد نظيف. شربت النهارده ميه معكره من منطقه ما مش مكرره، اشتريت بكره ميه طبيعيه مش معدنيه، لان مفيش ميه معدنيه، ميه طبيعيه نظيفه بتغسل الكلى. وطبعا الجسم السليم بيعمل توازن بالانس بالنسبه للامراض، يعني ليه حدود الخضار اغسله دلوقتي. والخضار كليه عادي، اغسليه عادي وحطيه ميه بخل، يعني حطي له خل. ميه بخل واغسليه عادي جدا 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 وكليه. بس المره الجايه اشتري من حته ارقى وانضف شويه. ميه بخل. طب انا سمعت برضو حاجه، يعني ان ممكن حاجه احطها في ميه مغليه دقيقتين، يعني احط، يعني لو مثلا هعمل صينيه بطاطس، ولو هعمل حاجه والطماطم بتاعتها بعد ما اغسلهم، الميه على البوتاجاز ميه بتغلي ويا دوب غلوه. لو انا هغلف الفاصوليا والبسله غسلتها بس احطها غلوه بملح واروح جايه شايلاها. التغليف في البيت انا ما انصحوش. التجميد، التغليف التغليف في البيت وحفظ الاغذيه انا ما بنصحش بيه، لان التغليف ليه معايير وطبعا مفرغ من الهواء. مش هيطول، لكن لو واحده مثلا بتعمل اكل اسبوع طبعا هي مش ميه بتغلي، هي ميه دافيه شويه، مجرد ما بتحطه وتطلعه، مجرد بس تحطه وتطلعه وبعدين بتجففه وتدخله في الثلاجه، ده عشان يقتل او بعض الميكروبات البسيطه.
بملح بخل كده؟ لا هي ميه بخل، ميه بخل، وبعدين مجرد ما بتغمزه بتطلعه على طول. تمام. ما بتحطوش هوا. استقبل اتصال مدام هويدا. حاجه هويدا، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، اتفضلي. اهلا بيكي. اتفضلي. انا بحييكي والله يا مدام منال والله. ميرسي على ذوقك، ميرسي. وعايزه اقول لك حاجه، من ناحيه الخضار والفاكهه الناس تعبت. شوف لنا حل. شوف لنا حل في يعني مش عارفه في طبعا بتقولوا الخضار اللي هو اللي في الشارع والبتاكل اللي بتاكله ده ملوث. طب والناس تعمل ايه؟ لسه بنقول حالا. غاليه، الناس تعمل ايه؟ لسه بنقول حالا. بنقول دلوقتي هياكلوا كلهم من السوبر ماركت. طيب بنقول دلوقتي حالا. احنا دلوقتي حاضر، عينيا عينيا عينيا. احنا حاجه هويدا، احنا دلوقتي حالا بنقول ان احنا لو اشترينا من الناس اللي في الشارع الغلابه اللي احنا بنقول ان هم غلابه او مش نضاف، هنعمل ايه؟ نقع في ميه وخل. ده كلام دكتور وعلى مسؤوليتي. لا ده في حاجه ثانيه. اتفضل. في حاجه ثانيه. اولا كان في وقت من الاوقات احنا تصدينا للموضوع دوت، كان الباعة الجائلين بيجي لهم الحاجه مغلفه، بمعنى ان كيلو طماطم ده مثلا كيلو طماطم محطوط في كيس، كيلو مش عارف بيبيعها اكياس. فلو يبقى في مكان لتجميع هذه الخضروات وتعبئها، وطبعا محطوط عليها رقم يبيعها الباعة الجائل، خلاص معروف مصدرها ايه ومعروف وضعها ايه ومش متخزنه ومعروف تاريخ انتاجها ايه. انما المساله ان احنا نتعاطف مع ملوثات ويبقى امر واقع، طبعا هيجي لنا امراض غير عاديه. الامراض دي لا هنعرف، لا في مستشفيات ولا وزاره الصحه هتقدر تكفي عليها ولا تدينا الجوده العلاجيه. انا مع الراجل الغلبان ده، ولكن يا جماعه الراجل الغلبان ده لا بيكسب اضعاف اضعاف اضعافي. اوعوا تقولي عليه ده غلبان. ثانيه واحده معلش. علاء اتفضل. انت حضرتك قلت كلام مهم جدا. ايوه اتفضل علاء. السلام عليكم. تحياتي. عليكم السلام استاذ علاء، اهلا وسهلا. الو. اتفضل يا فندم. دلوقتي انا بعد اذنك يا الدكتور معايا مش كده؟ معاك. أيوة انا اكلت مانجا من تين برشومي، وعمال اهرش هرش غريب جدا جدا من بقالي 4-5 ايام في وداني وفي شعر راسي. في ناس قالوا لي انهم كلوا المانجا جابت لهم اسهال، وانا عارف ان عندنا مشكله في المياه بتاعه الري، انها بتبقى معموله بالصرف وبتاثر على بعض الفواكه او اغلب الفواكه اللي احنا بناكلها. بالاضافه ان انا مثلا بدخل بعض السوبر ماركت كبيره ومفيش داعي لذكر اسمها، لكن بلاقي مثلا عاملين سمك مجمد، اجي الاقي السمك ده طري. ما ده اتكلمنا عليه في الحلقه اللي فاتت. ازاي يبقى مجمد وازاي يبقى طري؟ طبعا. طيب انا هنجاوب سيادتك حالا، شكرا جزيلا. هو اتكلم على حته محترمه قوي. احنا اتكلمنا اللي فاتت ان لما تيجي تشتري المجمدات عموما، المجمدات لما بتيجي تتسيح ويتعاد تجميدها تاني ما تشتريهاش. تعرفها ازاي؟ منين؟ حلو جميل قوي. تعرفي منين؟ اولا لما تيجي المجمدات دي بكل اشكالها، لحوم خضروات، كبد، كله كبد، ملوخيه، اسماك، جمبري، ملوخيه، اي حاجه، خضروات كمان يعني، بس لحوم. لا كل حاجه. بنعرفها ازاي؟ ان لما تيجي تتسيح بيبقى فيه السولوبل بتاع يعني ايه؟ الميه بتاعتها بتتسيح. طيب. بتسيح. جميله. يرجع يجمدها تاني، كميه الهواء اللي جوه لانها مفرغه من الهواء بتقل، فبتحل محلها ايه؟ التلج. فتلاقي الكيس اتقطع وفي كتل تلج على الحواف، كتل تلج. يعني مثلا لما كيس خضار زي ملوخيه، سبانخ، بتلاقيه مربع هو كله صبه واحده متجمده. ده حلو زي الفل. تمام كده فهمتك. لما اجي اجيب بقى واحده الاقيه بقى حتت لوحدها كده على جنب، يبقى عمل نوع تلج كده على جنب. الكيس متقطع، يبقى ده تعاد ده تسيح وتعاد تجميده تاني. ده مشكله بقى؟ طبعا ده مشكله. اولا فقدت قيمتها الغذائيه، تعرضت لبكتيريا، تعرضت لفطريات بقى غير صالحه. تمام غير صالحه. وقلنا ازاي يشتروا السمك، قلنا الحلقه اللي فاتت ازاي السمك كويس يشتروا. ما تابعتش معانا بس حضرتك يا استاذ. جميل. ده بالنسبه للمجمدات عموما. اشتري الحاجه اللي زي الحطب، لو لقيت فيها حتى لو هي مجمده ولقيت فيها كتل او الكيس بتاعها متقطع وكتل تلج، لا ما تشتريهاش. بالنسبه بقى بعض المانجا اللي انا قلت بالنسبه للفواكه جميل جدا. انا طبعا في بعض الناس بتبقى حساسه، عندها حساسيات وعندها حاجات، وبعض الاراضي بتتروي بميه الصرف الغير معالجه. اراضي زراعيه؟ اراضي زراعيه، يعني الاراضي الزراعيه اللي فيها الخوخ والتفاح والفاكهه اللي انا هاكلها انا واولادي. بعض الاراضي الزراعيه مش بعض الاراضي الزراعيه. حتى لو بعض دي كارثه. حتى لو بعض اراضي زراعيه بتتروي بميه صرف، ليه؟
عشان الناس دي ما عندهاش ضمير؟ لا. ولا عشان في خطا؟ هي ميه الصرف في حد ذاتها مش خطيره لو اتعالجت معالجه ثنائيه ومعالجه ثلاثيه واتزرع بيها بعض الحاجات. هم يجي يقول لك ان ميه الصرف لو المعالجه ثنائيه يتروي بيها النباتات الغير مقيده، بمعنى ان النباتات الغير ملامسه للتربه اللي مثلا زي الجرجير. اخد مريم، معلش طيب انا اسفه عشان التليفونات كتير. أوكي. الو يا مريم. مريم. ايوه يا مدام منال. اهلا وسهلا. بعد اذنك، هو الحل مش في السوبر ماركت، هو احنا لازم نشوف يعني نراقب على الفلاحين ديت، نشوف ان هم بيحطوا ازاي كيماوي، بيحطوا ايه، لازم الاكل يبقى صحي، مش الحل في السوبر ماركت. احنا كده مش بنصلح، احنا كده بنساعدهم. حبيبه قلبي حبيبه قلبي، مش بالضروره يا مريم. مريم مش بالضروره مصانع، والحياه بقت مريم مش بالضروره السوبر ماركت. هو شباب المستقبل ما عندناش صحه، يعني بنصحى من النوم جسمنا مكسر، بناكل كل حاجه، بناكل الفاكهه، بس جسمنا مش بيستفيد لان حاجه فيها كيماوي مش صحيه. طيب. مريم انت بتتكلمي طبعا. امال احنا ازاي؟ انتوا عارفين ان ال 73 كانوا جنود يعني نصرونا، لكن احنا كده مش احنا شباب اهو الجيل ده مش قادرين ناخد نفسنا حتى. طب انا ممكن ارد على مريم؟ طبعا ممكن، اتفضل. بص يا مريم، مصر يا مريم بتصدر لجميع الاتحاد الاوروبي ولجميع انحاء العالم يا مريم غذاء امن خالي من اي المبيدات. ولو مشيت في طريق مصر اسكندريه، رحت رجوه، رحت الصالحيه، هتلاقي مزارع كلها للتصدير. وما ادراك ما الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الاوروبي ده لو لقى اي معايير بدرجه فظيعه بيعدمها. المشكله زي ما انت قلتي مصداقا ليكي مراقبه الفلاح، ولكن هي الحيازات الصغيره. الضمير بقى هنا بقى الضمير بقى، التركيز على الضمير والرقابه اللي احنا بنتكلم فيها دي مهمه جدا. بس انا كنت هكمل النقطه، معلش سوري، كنت هجاوبك على مش بس لازم السوبر ماركت يا مريم، ما هو احنا عندنا المنافذ بتاعت وزاره الزراعه. هي في حاجه بس هي في حاجه. اولا انا لا، الضمائر لا يعول عليها، لان الضمائر دي وجهات نظر لا يعول عليها، لا يعول عليها، لا تقيم دوله. لان اللي بيأذيني ده هو نفسه بيشرب مبيدات. في رقابه هي في رقابه، دور الرقابه في حاجه بنعملها دلوقتي وزاره الزراعه اسمها الزراعات التعاقديه، انها بتشتري من الفلاح بمواصفات معينه وبتنزلها. هي لسه في البدايات، انما طبعا ونلاقيها فين؟ لا هي لسه في البدايات. يعني هي لسه في البدايات، بس منافذ وزاره الزراعه موجوده شيء جميل كلها الاماكن وكل الاماكن، وحاجه جميله جدا وكويسه جدا. الناس اللي بتعرض اللي هي العربيات لا تقدر تشتري منها. احنا نقدر نجبر البياع الصغير ان احنا ما نشتريش منه لو حاجه ملوثه. انا بمعنى اللي قاعد ده زي ما لسه كنت بقول الدكتور، اللي قاعد وحاطط جنبه طبق ميه ولا جرده الميه وعمال يحط، يا ريت ده بيحطها ما بلاش منه بقى، ده بيحطها في الاماكن اللي الكلاب والقطط تبرزت عليها. يا ريت كمان. لا هو برضو من الذكاء ان هو يقف ويقعد على مكان مبنى مليان سيدات ورجال، يستنى الموظفين وهم خارجين، وتلاقي قاعده بتعمل الخضار وبتنظف الخضار وجردل حقير الى اقصى درجه وبتنظف، وتنزل الست، وده برضو حاجه غريبه جدا تشتري منها. ده حاجه برضو يعني مش ممكن، مش انا اصدق. انا بقول لمريم يا مريم انت شريكه في ده. احنا لو نبطل نشتري من الناس ديت، الناس دي هتعدل سلوكها، ولو ما تعرفش السلوك الصح هتبتدي تسال اعمل ايه. هيحصل لو رجعنا ل 10 او 15 سنه لورا، هنلاقي الناس دي كانت بتبيع حاجات مكيسه. فنرجع النهارده تاني يبقى في هيئه بتشتري الحاجات دي كلها بمواصفات جوده عاليه، في هيئه بتراقب عليها، بتتكيس، بتروح للباعه الجاهلين اي باعه. هو الرقابه عندي معلش انا عايزه اعرف، يعني دور الرقابه هو بيمر على الناس دي ولا الرقابه دي ازاي؟ يعني هل في دور الرقيب انه مثلا جاله بلاغ ان مش عارف صلاح الدين في كذا عند جاردن سيتي في مصر، جه في ارض الجولف، شبرا، في الوراق، في الخصوص، بيشوف الناس دي، بياخد فرشتهم دي وبيعاقبوا ولا بيمنعوا؟ لا ما عندناش قانون بيفضل عامل سايبه، هو سايبه يعني. احنا ما عندناش قانون ده، ما عندناش هيئه لها مواصفات ولها مهام دقيقه معروفه لحمايه المستهلك. عندنا هيئه اسمها هيئه حمايه المستهلك، الواحد لما مش عارف ايه باظت. انما عندنا هيئه حمايه الغذاء للمستهلك او توفير غذاء امن، الهيئه بالمقاييس او بالمعايير الجوده العالميه. لا مش زي اوروبا قبل الحاجه ما توصل لها سواء من عندها من بابه اصلا بتمنحها. انما احنا لسه ما وصلناش ده، احتمال لكثره المشاكل اللي بتعانيها مصر، احتمال لكل يوم بتستجد حاجات، احتمال يعني. طيب خليني احط ايدي اكتر على المشكله واضغط عليها جامد جدا. يعني احنا دلوقتي وصلنا لنقطه، الناس يا جماعه اللي قاعده على الارصفه دي خلاص انتهينا بقى، احنا بنتكلم كده كلام نهائي. الناس دي امراض
فيروسات، بكتيريا غريبه، ديدان، بيقول لك البركه ومش، يعني احنا عندنا كده مشكله كبيره. نبعد بقدر المستطاع من الناس دي. قلنا ان ممكن تبقى حاجه نظيفه في اي سوبر ماركت، قلنا منافذ وزاره الزراعه، قلنا تطهير، ان احنا بنحط الحاجات دي في ميه وخل ونبتدي الست البيت تعيش حياتها. انا اقول لحضرتك الحلقه اللي فاتت انا قلت للاستاذ استاذ صلاح، قلت له على حاجه خطيره انا شفتها بعيني. قلت له واحد مره جاب ميه من جردل او يعني عباها كده وحطها ببقه ونفخ على الفراوله عشان يرطبها. ده قصاد الناس كلها. واخد بال حضرتك؟ شفت بنفسك؟ شفته بنفسي والله. شفته بنفسي في اكتوبر كمان، كان في مدينه 6 اكتوبر، كانت لسه منطقه جديده. والراجل ده اتساب كده ولا ده قصاد الناس. معنى ذلك لا الناس استنكفت من ده ولا هو حس ان هو عمل حاجه غلطه. معناه ايه ده يا فندم؟ ده معناه انه حصل فيه توافق سيء، والتوافق غير التكيف. التوافق انك تتوافقي مع شيء سيء تعتادي عليه ما يتعبكيش، ما تخليكيش تقولي اي. التكيف في انك تقولي للراجل ده لا انت عملت حاجه قذره فانا مش هشتري منك، مش هشتري منك حتى لو اتخانق معاكي. انما لو اتكررت مع كذا عميل كذا زبون قالوا لا انت وحش انت وحش، في الاخر هيتبع السلوك السليم. في حاجه كمان مهمه، بتفاجئ ان على اخر الليل مثلا، مش اخره قوي 9 مثلا ولا حاجه، يعني اسواق الخضار اللي موجوده في ميدان الجامع، في الكوربه، ما اعرفش فين فباكن تاني، انا بتكلم على اللي بعرفه يعني لحد او مدينه نصر او مش عارف سوق ايه، بيبتدي ينزل في الاسعار ويخفض في الاسعار الحاجه اللي بايظه، الحاجه اللي دبلانه، الحاجه اللي مش عارف ايه، وبتفاجئ بان الناس بتشتري بكميات غريبه جدا جدا. بصي في بعض الناس الحاجه بايظه بايظه، بس هم في بعض الثقافه على فكره بتختلف. يعني هو المفروض ان كل ما ارتقى ثقافه الانسان ينعكس ده على سلوكه. انما للاسف انا ملاحظ ان ده لا، السلوك شيء والثقافه او التعليم شيء والثقافه شيء تاني. بمعنى ان في ناس بتروح تشتري الطماطم مثلا سعرها 3 جنيه. الطماطم سعرها 3 جنيه، الراجل بيجي اخر النهار الطماطم المعفصه وحاجات زي كده، اما يجيبها كشري، قال لك هياخدوها بتاع الكشري. لا ده ممكن الست البيت تاخدها شروه كده وتروح عصراها، واخده بال حضرتك، وعاملاها مخزناها في الثلاجه. طبعا كله بكتيريا وكله بلاوي زرع. حتى لو قلنا زي لو خدتها الاول وحطيتها في ميه وخل ونقعتها وغسلتها، مفيش بقى، ما هي بكتيريا. وعلى فكره جراثيم البكتيريا نفسها مش خطر، انما الخطر بتاعها في جراثيمها. في جراثيم ما بتموتش بدرجه حراره، يعني ممكن البكتيريا نفسها تموت، انما جراثيم الفطر وجراثيم البكتيريا نفسها اللي هي الخطيره ما تموتش بدرجه حراره. بعد التطهير كمان، بعد التطهير، بعد الغلي يا فندم، بعد الغلي. لا ما ترميها يا فندم، ترميها. طبعا الحاجه البايظه ترمي يا فندم. طيب معلش تاني هرجع نقطه. قلنا ان بنفاجئ ان في حاجات من الخضروات شكلها من جوه وحش، مش هو دي شكل ولا طعمها. يعني يا جماعه انا متاكده مليون المية طماطمايه كان ليها طعم، كنا بنحب ناكلها لوحدها كده جميله كده وحلوه، او نعمل عصير طماطم. اهالينا كانت بتعمل مثلا بسكر زمان وبناكل. دلوقتي طماطمايه وحشه، انا بقولها وحشه، شكلها وحش وطعمها وحش وريحتها وحشه. قلت لي حضرتك لا اما صرف صحي لا اما لا هي في اصناف طبعا. طب المبيدات يعني هو لما بيجي بيرش لا اوان رش مثلا، ولا هو بيجيب المبيدات دي مش بيجيبها من وزاره الزراعه ولا بيجيبها منين؟ لا بيجيبها من التاجر، مش جايبها وزاره الزراعه. ما بتبيعش لا بس بتدي له حصه معينه ولا بتدي له حصه. ده مفهوم خاطئ، يعني طلع هوجه كده. هو بيرش مع نفسه يعني؟ طبعا. ليه بيرش؟ بيرش لانه عايز عنده الدوده، عارف هو ان مثلا المن هيجي، الدوده مثلا فلانيه تيجي طيب يعني هو بيتصرف صح في دوده فعايز يرش عشان يمنع الدوده. بس هي ليها معايير وليها مقاييس. كويس. بمعنى ان انا في حاجه مكتوب على العبوه اسمها BHI. ان انا رشيت مثلا مبيد سين، BHI او مرحله ما قبل الحصاد 30 يوم. فانا يا حبيبي ما قبل الحصاد ب 30 يوم ما يرشش. لا هي مكتوب عليها BHI، يعني المبيد سين ده انا ما اخدش منه ثمره غير بعد 30 يوم، لما تعدي يكون المبيد اتكسر جوه الثمره دي. هو انت فاهمه ولا مش فاهمه؟ لا مش فاهمه. جميل قوي. المبيد مكتوب عليه حاجه اسمها مرحله ما قبل الحصاد، 30 يوم 40 يوم 20 يوم حسب المبيد. ارش قبل الحصاد ب 30 يوم. اسمعيني للاخر بس. اتفضل. اسمعيني للاخر. اتفضل. انا رشيت المبيد ده، ان المفروض ان انا ما اقطفش الثمره ده غير لما المبيد اللي انا رشيته يتكسر حسب BHI اذا كان 30 او 20. يعني BHI دي الفلاح فاهم الكلام ده؟ الفلاح لا مش فاهم الكلام ده وما عندوش اي خلفيه عن الموضوع. طب هيعمل ايه؟ لازم يكون في حلقات ارشاديه ودي. طيب يعني دلوقتي احنا بنتكلم دلوقتي في كلام انا لا فاهماه بتشرحوا لي حضرتك، فانا لا لو مش فاهماه بعيب مني،
يبقى لا اديني فرصه خالص، افهمه لك. ما اقصدش يعني انا كمواطن، يعني ما اقصدش انا كمنال، آه. انا كمواطن، انا كبني ادم ما اناش فاهم كلام سيادتك ده دلوقتي نهائي مثلا مش الشرح ده. فما بالك بقى بالفلاح وهو ما حدش جه فهمه، فهو بيجيب ده مبيد، يلا ده مبيد ما تطلق عشان ما يجيش دوده ما يجيش حشره. هي دي الكارثه. طيب هي دي الكارثه. وبعدين هو المفروض بقى الغلط من عند مين؟ الغلط من عندي مين؟ اولا زمان الحيازات الصغيره، يعني عندك مزارع عنده مثلا 2 قراطين 3 قراريط مش عارف ايه، اللي عنده فدان ده باشا او نص فدان ده باشا في الفلاحين. هو ده بال حضرتك. وزاره الزراعه بهيئتها بالارشاد بتاعها استحاله تعمل ارشادات للحيازات الصغيره دي كلها. دي نقطه. الحل بقى في ايه؟ في ان انا اعمل زراعات تعاقديه للفلاحين ديت، بمعنى ان انا اشجعهم او اخلق جواهم الاحتياج، مواعيهم الاول لزراعه صنف. مش مساله توعيه. بصي الفلاح لو انت هتوعيه وتنصحيه وده هيترجم لفلوس هيسمعك، انما لو تديله نصايح ومش هتكسبه هيترجم بفلوس هيكسب. يعني هيكسب. ربح طبعا. لو مش هتترجم لفلوس والله لو هتكوني استاذه الاساتذه. طب وانا سايبه ليه؟ جميل جدا. ايه اللي مخليني سايبه؟ احنا مش سايبينه. بعمل قوافل دي تطلع، الولاد بتوع الزراعه خارجين الزراعه مش لاقيين شغل، كميه بنات وبنات، ويقعد معاه في الغيط في الارض يفهمه اعمل كذا وحط. ليه ما يسمعوش؟ بصي يا فندم الفلاح ذكي جدا، ذكي اكيد جدا. ذكي. وبعدين لما تيجي الفلاح حتى اللي هو البصمجي اللي هو ما بيعرفش يقرا ويكتب، وانت جاي له باشا ودكتور واستاذ دكتور ولا يسمعك وانت بالنسبه له ولا حاجه، ما نعمل ايه؟ حلو الكلام قوي. ان انا اخلق عنده الاحتياج انه يسمع كلامي. اخلق عنده الاحتياج انه يسمع كلامي ازاي؟ اعمل كذا هتاخد كذا. مش كده. انا عملت حاجه اسمها زراعه تعاقديه. انت بتبيع يا ابني كيلو طماطم بكام؟ بتدي مثلا انا جنيه، لا لو انت اتبعت البروسيدورز دي او الاتجاهات ديت انت هتبيعها ب 3 جنيه. منال اسمها ايه، مروه ولا مريم اللي كلمتنا هتقول يا دكتور عايز اكسر دلوقتي التلفزيون، انت كده هتغلي علينا، ما يديها مبيدات ولا يديها. لا اصبري عليا، اصبري عليا. اتفضل. لما يتعمل زراعات تعاقديه وانا خلقت جوه الاحتياج للفلاح ان يديني منتج سليم، منتج سليم، انا دلوقتي مفهوم التصدير عندي هيختلف. مفهوم التصدير للمزارع اللي انا اتكلمت عليه في اول حلقه 300,000 فدان 400,000 فدان، الراجل اللي هيجي يستورد مني هيستورد بمقاييس بنفس المقاييس من المزارع الصغيره. تمام. هيبقى مفهوم التصدير بعد 10 سنين هيتغير، هيبقى ايه؟ هو ما تبقى عن احتياج السكان. فطبعا مريم اللي كلمتنا هتاخد برضو غذاء امن متكيس تمام التمام بسعر رخيص. انا موافقه تماما على الكلام، ولكن هو احنا ما عشناش اساسا الحياه دي من زمان. يعني دلوقتي لما حد كده مشاهد يرد عليا يقول لي دي كلها موروثات قديمه، احنا حصاد الفساد واللي والى اخره. برضه انا موافقه. انا ليه فوجئت مره واحده كده ببروز الحاجات دي كلها؟ غلا، طماطم فاسده، مش عارف ايه، في كيماوي، مانجا بتجيب اسهال، خوخ، مش بيموت، مش عارف ايه بيسمم. انا ليه كل الحاجات طلعت لي فجاه كده؟ انا كنت قاعده عارفه ان عندي اخطاء بقالها مليون سنه، لكن عمري ما حسيت ان الطماطمايه فيها لا مجاري ولا ريحه ولا بيضه ولا عمري. عايزه الحقيقه؟ عايزه الحقيقه. مش كل اللي تسمعيه تصدقيه. تمام، وانا موافقه برضه. جميل. مش كل اللي تسمعيه. طيب في ناس عندهم حق تماما، وفي ناس بتحاول تهول المواضيع. موافقه. مصر ما فيش والدنيا مش عارف ايه والحكومه سايبانا. زي ما طلع يقول لك ايه، وزاره الزراعه والمبيدات مسرطنه، مع ان وزاره الزراعه مالهاش علاقه بمبيدات مسرطنه. في مبيدات مسرطنه، في مبيدات مسرطنه، بس وزاره الزراعه جهه تسجيل مش جهه بيع. فاحنا يا جماعه لازم نحط ايدينا على المشكله لو اردنا الحل، انما عايزين نهول ونعرض مشاكل للصبح اعرضه. موافقاك. انت هتتكلم وانا هسمع، مفيش حاجه تتحل. طيب مقتنعه جدا جدا. موضوع ان انا برضو افاجئ الطماطم بقت ب8، بقت ب5، بقت ب12، بقى الرز ده طبيعي. طيب ليه طبيعي؟ ليه طبيعي؟ لا. ده بقى ايه علاقته بان انا بصدر ما بصدرش، الفلاح جاب الفلاح ما جابش، رش مرشش؟ انا في جميع الاحوال كحد غلبان جدا يعمل الطبق الاكل بتاعه بالكوسه بالصلصه وبالطماطم، يعمل طبقه بكام؟ بصي الغلا هل هو وليد النهارده؟ بقى لنا فتره. لا يعني عايز اقول لك حاجه، انا مثلا اشتريت اللحمه قبل كده ب 10 جنيه، النهارده ب 100 جنيه و80 جنيه و90 جنيه و100 جنيه وعدت 120 جنيه. 100 وي جميل قوي. اذا الغلا ده طول عمره موجود، وناس قبل كده طلعوا مظاهره. مش الطماطم ولا البصل. لا، والبصل طول عمرها بتغلى، يعني سبحان الله انا اشتريتها ب 20 قرش الطماطم، ومن وقت قريب، يعني اقول لك مثلا من 10 سنين. حضرتك ما ينفعش ان انا اجيب طماطم ب8.5 واجيب طماطم ب9 واجيب طماطم ب5، طول عمرها بنتكلم في 1.5 2.5 2 كيلو ونص 2 كيلو ونص طماطم. يا فندم بصي الغلا عشان بس ما نبقاش نصدر حاجات مش موجوده. الغلا هيفضل ويستمر في جميع انحاء العالم،
ومرتبات الناس هتزيد، بس مش في فتره انتقاليه. مش في الاكل الاساسي لا يا برضه فندم، يعني في فتره انتقاليه بين دخل الناس الثابت وبين غلاء الاسعار، وعقبال ده ما بيتوافق مع ده بياخد وقت. يعني ايام ما الناس طلعت مظاهره ايام السادات الله يرحمه يا بني عبيد. على فكره احنا قلنا التطهير، قلنا تطهير ميه وخل، في حاجه غير الميه وخل؟ الناس بتسال كلها في الاستوديو تطهير ميه وخل. في حاجه تاني تمام، نقول دي عشان احنا بنتكلم على فكره احنا مش مالناش دعوه، اللي بنتكلم فيه طماطم بيقول هي غليت بالمنظر ده عشان التصدير، عشان الاستيراد، عشان الكيماوي، عشان الفلاح، عشان في حاجه طبيعيه كمان هنتكلم في دي لا له علاقه، هو قال انه له علاقه. وننقل في حاجه ثانيه. اولا الطماطم بتغلى ليها موسم، لان برضو فيها مثلا مواسم. التوته ابسوليوتا اللي ظهرت فجاه للطماطم ديت اللي يا فندم حاجه آفة اسمها التوته ابسوليوتا. تمام. حشره كده، الحشره دي خلت ناس تخسر ملايين. ليه؟ وخلت ناس تنتحر لان قضت على الطماطم تماما. وهو الفلاح ما كانش عارف في التوقيت ده هيحصل كذا ما آفة غير موجوده في مصر. غير موجوده يعني دي جت لنا فجاه زي فطر الارجل كده اللي احنا الحمد لله سياده الرئيس امر بان ما يخشش في القمح، كان القمح هيضيع. جت قرار رئاسي باذن الله لسه قاريها على السوشيال ميديا. انما التوته ابسوليوتا دي آفة دخلت غريبه علينا قضت على الطماطم كلها. وعقبال ما وزاره الزراعه عرفت، يمكن انا كنت مستشار لاحدى شركات المبيدات واتكلمت عليها في مقاله، والدنيا قامت في الوزاره عليا ازاي تتكلم على حشره وانت مش تخصص حشرات. قلت لهم انا ساهمت فيها وشفتها وناس بكت وانا عرفت الحل، لغايه لما الوزاره ابتدت جمعت وجابت الهرمونات بتاعتها وابتدت درست الموضوع ده وطرحت ان في توته ابسوليوتا. كان الناس اتخرب بيوتها. يا ساتر يا رب. انت فاهمه؟ الناس اتخرب بيوتها. لغايه النهارده الناس عرفت جاب في بقى هرمونات للتوته ابسوليوتا وفي علاج ليها وعرفوا يعملوا كنترول. ففي افات غير التوته بتظهر فجاه واحنا مش اوانها ولا عندنا اساس. وبعدين في الاخر هي عرض وطلب، المعروض قد ايه والطلب قد ايه، فبتغلى. لما يبقى المعروض اكتر من الطلب العمليه بترخص. وعلى فكره الشعب احنا وعشان انا اعمل ده لازم انا كمان اتعاون، ما هو مش لوحده. الله يفتح عليك. يبقى لازم الشعب يتعاون مع الحكومه، لازم اغير انماط السلوك بتاعت الشعب. انا ليه مش عايز اغير؟ لا مش لازم تغير، اصل التغيير مش بايدك. انا ما اقدرش اغير شعب، انما الشعب لازم سلوك. ما هو لازم يكون عنده قابليه. طب انا بقول هو انا كمواطن كناس عاداتنا وتقاليدنا كسلوكنا كاللي وارثينه، ليه مش عايز اغير لما انا شايف ان ده بيوصل لي للامراض والاوبئه ومفيش ضمير ومفيش ناس بتشتغل وفي غلا؟ هو مش شايف، هو شايف شماعه. بصي طيب. هو شايف شماعه. شايف ايه؟ شايف ان المسؤول عن ده هو واحد تاني ما اعرفوش. المسؤول عن ده حكومه، انما هو مش عايز يشارك في الموضوع، انما هو ايده في الموضوع. وحصل عنده عمليه لا مبالاه. وعلى فكره الموضوع ده بيحصل في جميع انحاء الدول. في بعض الشعوب بيجي لها لا مبالاه، انما بترجع تاني. واحنا من اكتر الشعوب على فكره ان مجرد ما بيحسوا بالثقه بيبقوا حاجه غير عاديه. طيب احنا وصلنا للميه والخل، ان احنا اصل الناس هتتجنن على الموضوع ده. طيب. ميه ده تطهير. ايه تاني عندنا؟ حلو قوي جميل. انا عايز اقول للناس كلها ده في الخضار. انا عايز اقول للناس كلها اتفضل. تنوعوا في مصادر اكلكم. حضرتك قلت الجمله دي. كلوا كل حاجه. الميه ده خضروات. حاول مره في الاسبوع اشتري ميه طبيعيه اللي هي متعبئه في ازاز اللي هم بيقولوا عليها مجازا معدنيه، بس ما تشتريهاش اللي معروضه في الشمس. يعني لو معروضه في الشمس اللي واقفين على الكوبري يا جماعه بالميه. لا ده على كده سوبر ماركت ساعات بيبقى عارض الميه كله بره السوبر ماركت، بره على الباب. ده طبعا ده خطر جدا، وكلها الشمس بيتفاعل مع ماده البلاستيك الازاز وبيدينا كارسينوجينيك مواد مسرطنه. اتعامل مع الميه النظيفه. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. فاحنا بنقول للناس اتعامل مع الميه النظيفه اللي جوه. وبعدين دايما انت نوعت على الغذاء، دايما يكون عندك خل تفاح او خل عنب. طبعا خل التفاح بعد الحلقه دي هيغلى جدا، وخل العنب هنخلطه مع زيت زيتون. ليمون ما ينفعش احط عصير ليمون وليمون او بصل. لو الناس اللي تقدر تشتري زيت زيتون حتى اي درجات حموضه ويخلطوه، ومره الصبح ومره بالليل معلقه كانه دواء عندك. زيت الزيتون دي هتقعد معاك 3 اشهر 4 اشهر. يعمل ايه؟ يحط معلقه خل تفاح او معلقه خل عنب على زيت زيتون. يحطها على الوجبه ولا ياخدها هو؟ لا يشربها كمعلقه يا فندم كدواء. على الريق او في وسط الاكل. دي بتنظم الجهاز المناعي وبتنظف الكلى وحاجات كده. معلقه زيت زيتون عليها نقطتين ليمون، نقطتين خل تفاح او خل عنب. يعني زيت وخل. زيت وخل، خل تفاح دي حاجه طبيعيه. حطها على الاكل احسن تتعب شويه. حطها على الاكل يا فندم. بس انت هتحط كميه كبيره. انا بتكلم عن الناس اللي معهمش فلوس، اللي ازازه الزيت دي هتقعد معاهم فتره. لا مش اقصدش على الاكل كله، يعني مثلا لو بيعمل طبق سلطه محترم ممكن يحط عليه ده. لو انت قادره انك تحطي كميه، انا طبعا بعمل ده. خل. يعني انا عامل ده بحط كميه، بس انا بقول للناس ابسط المسائل. أبسط حاجة. انك لو تشتري ازازه زيت مثلا ب 30 جنيه 40 جنيه وعايز تقعدها عندك شهرين 3 هتعمل مره الصبح ومره بالليل. عايز تحطها في كل اكلك زي الفل زي التمام. ده انت كده جميل قوي. خل
وزيت زيتون. زيت زيتون. في حاجه بنعملها مره كل 6 اشهر، يمكن انا قلتها في اكتر من برنامج، اللي هو توم مهروس، عصير التوم، جنزبيل مش هو الجنزبيل المهروس، جنزبيل الموضوع مره على الشطه، هات جنزبيل من اللي هو طبيعي الفريش، الطبيعي الفريش، وتعصره. كركم طبعا يعصره يعني يضربوا المبشره. في بيتباع باكيتات؟ لا انا عايز الباكيتات الطبيعيه. الطبيعي. يحط كركم، يحط عصير بصل، يحط قلنا جنزبيل، جنزبيل وعصير بصل، قلنا جنزبيل، يحط خل تفاح، وياخد العصير ده مره يوم كده، يعني يوم ينظف فيه كل 6 اشهر. ويشربوا معلقه كل شويه اليوم ده هيغسل الكلى وينظف السموم، الحاجات اللي احنا بنتعايش معاها. وربنا رحمنا ان الجهاز بتاعنا عنده فيه جهاز اسمه جهاز الشفاء الذاتي. جسمنا الجهاز لما يبقى فيه سموم وانا بديله حاجات طبيعيه من عندي، اللي هي اصل السموم ساعات في سموم الجسم بيتخلقها، وفي كوليسترول النافع الجسم ما بيعملوش، لازم نجيبه من بره اللي هو بيقوي جهاز المناعه. فتقويه جهاز المناعه انا بجيبه من بره، حاجات مأكولات زي زيت الزيتون وبعض الخضروات والحاجات دي كلها، فبترفع لي عندي بالانس وبتطرد لي السموم وبنعيش حياه حلوه زي الفل. طب انا برضو ليا سؤال في موضوع الميه، يعني موضوع الميه دوت مهم. بلاش الازايز البلاستيك او بلاش الميه في البلاستيك اللي هي مركونه في الشمس او طيب ما انا ممكن اجيب فلتر في البيت واخد ميه في البيت، ميه متفلتره، يعني ده يبقى يؤدي نفس النتيجه؟ ما هو الفلتر انواع، اما فلتر 3 4 شمعه او 5 شمعه اللي قادر يجيبه، ده ثمنه تقريبا 5000 جنيه او حاجه. يا ساتر يا رب. زي الفل، بس ده فيه ميزه وفيه عيب. الميزه ان هو هينقي الميه زي الفل. العيب الثاني ان لو الشمعات ديت ما اتنضفتش بريوديكلي بصفه مستمره، طبعا الجراثيم والبكتيريا هيتكاثروا فيها، يعني جراثيم الفطر وجراثيم البكتيريا يتكاثروا فيها، وانا بعد كده باخد جراثيم فطر وبكتيريا بيور نقيه لجسمي، دي بتضرني. فطبعا يعني سلاح ذو حدين. تمام. لازم الحنفيه مشاكلها كتير قوي. الميه اللي في الحنفيه احنا قلنا الناس تشرب ميه من الحنفيه، انا بشرب ميه من الحنفيه عادي جدا، بشرب ميه من النيل مفيش مشكله، ولكن يا جماعه نعدل نغير يوم في الاسبوع اجيب لي ازازه ميه بجنيه نظيفه من شركه محترمه واشربها زي الفل. تمام. هتغسل الكلى وزي الفل. دلوقتي يعني الاتصال اللي كان على الهوا من شويه واللي قبله وعموما الاسئله، انا دلوقتي ليه ما بقيتش بشعر ان انا بعمل طبق السلطه او انا بعمل خضار بحس ان هو ما بقاش فيه الفيتامينز اللي انا محتاجها؟ هل ده لان انا اتوهمت الوهم ده، ولا هل لان احنا زي ما قلنا ان احنا شاريينه من على الارض، ولا هل لان هو معمول بصار؟ يعني ازاي انا انقي خضاري، انقيه خلاص احنا قلنا بلاش بيلمع ده شكل الثمره، وازاي انا اكون الطبق ده اللي افيد بيه نفسي وافيد بيه ولادي؟ يعني دي اولا حكايه انك انت ما لقيتيش فيه فيتامين، لا انت توهمتي طبعا. بالظبط. ده مهم قوي عشان لا انت تعرفي منين ان مفيش فيتامين؟ ما تبقاش فاهمه ان انا كده لا طبعا في فيتامين. سلاسل الفيتامين دي عباره عن سلسله بعناصر. دي تتكسر بالغليان، تتكسر لما الاكل يبقى دبلان. لو دبلان يعني الخضار دبلان؟ ما هو الفيتامين بيعوم في ميه السولوبول بتاع الاكل، فلو الاكل ده تبخر منه الميه الفيتامينز دي مش هتلاقي حاجه تسبح فيها. تمام. فنسبه منها كبيره قوي بتفقدها. واخد بال حضرتك؟ فاذا احنا ما ناكلش الاكل الدبلان، انما طبق السلطه زي الفل جمال لو انا اجيب خضار صابح من مصادر محترمه موثوق فيها نظيفه، واحط عليه شويه زيت زيتون او مش انت عايزه زيت وشويه خل واكلهم زي الفل تمام تقوي جهاز المناعه وزي الفل. وبالهنا والشفا. وبالهنا والشفا وحياه جميله. واضح الموضوع مش حلقه ولا حلقتين، واضح ان احنا هنلتقي لا هو الموضوع كبير جدا جدا جدا. لا وهنلتقي بقى لو حضرتك دلوقتي نقعد نتكلم. لا يا فندم تحت امرك. نورتني الاستاذ الدكتور خالد عبد العزيز عياد، استاذ مكافحه البيولوجيه بمركز البحوث الزراعيه. نورتني، بس خلاص دماغي في الطماطم واللي بتلمع وبروح اجيب منين دلوقتي، شغلتني تفكير. لا ما احنا هنقعد نتكلم. انا اسفه اني هختم بسرعه جدا ان احنا عندنا نقله على الهواء اذاعه خارجيه. شكرا جزيلا، نورتني. كنت اتمنى اكمل مع حضرتك اكتر من كده. الله يكرمك. مشاهدينا الاعزاء، وصلنا مع حضراتكم لنهايه حلقتنا النهارده، والحديث بقيه ان شاء الله في الاسبوع القادم. شكرا لحسن المتابعه.